السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بحضراتكم. ده الجزء التالي من ضبط سلسلة أجهزة اللي هي ريلمي وأوبو وتشغيل اليوتيوب على أندرويد أوتو عن طريق الأجهزة دي. الأجهزة دي يا جماعة صعبة شوية، ماشي، بس احنا الحمد لله بسطنا الطريقة وبسطنا كل حاجة ووفرنا البرامج دي مدفوعة بس احنا وفرناها. يلا نخش على طول على الفيديو بتاعنا، يلا بينا. اهلا بحضراتكم مره اخرى. احنا الجزء ده البرامج بتاعت لو انا عايز اشغل يوتيوب على اجهزه ريلمي او اوبو، الموضوع صعب جدا جدا، مش عارف ليه بصراحه. مش زي الاجهزه التانية اللي هي زي شاومي وهواوي والاجهزه التانية كلها بتشتغل بسرعه جدا يعني، حتى سامسونج يعني. اوبو وريلمي عايزين برامج معينه. البرامج المعينه دي كانت بفلوس، لازم ادفع لها فلوس عشان ان انا اجيبها، والبرامج دي ما كانتش موجوده. طب الحمد لله الفيديو ده قدرت ان انا اوفر البرنامج الخاص بتنزيل البرامج المساعده لتشغيل يوتيوب على اندرويد اوتو على اجهزه ريلمي واوبو. البرامج دي متاحه يا جماعه كده ان شاء الله اسفل الفيديو، في الوصف اسفل الفيديو وفي المزيد. خلاص يلا نخش على طول على الفيديو بتاعنا ونشوف الطريقه ازاي. طريقه جدا، وبعد اذنكم هنتبع الطريقه واحده واحده لحد ما نوصل للتشغيل التام. خلاص الطريقه دي جربتها مع ناس كتير على اجهزه اوبو وريلمي واشتغلت بنجاح. يلا بينا نشوف الطريقه والسهوله بتاعتها. وما تنساش الكابل الاصلي مع حضراتكم طبعا. هنبدا كده اعدادات البرامج بتاعتنا. اول حاجه البرامج كلها موجوده في اللينكات اسفل الفيديو. هنخش طبعا على قناه التليجرام بتاعتي، القناه دي التليجرام ده. هندور كده على الكينج انستولر. خد بالكم يا جماعه الكينج انستولر مش ده، انا هسيب لحضراتكم اللينك المظبوط بتاعه، لان اجهزه اوبو وريلمي بتحتاج كينج انستولر مخصوص مش زي الباقيين. هنخش على كينج انستولر كده زي اللي هو ده، هندوس عليه، هنحمل على طول. هو مساحته صغيره يتحمل على طول بسرعه. تمام، هو 5 ميجا، 5 وشوية ميجا، الوقت 3.2. هنحمل اول برنامج والباقي هحمله، بس ايه عشان اوفر لحضراتكم وقت الفيديو. ماشي، ده البرنامج الاولاني. البرامج التانية يا جماعة هو ده كده على طول بينزل يا جماعة في حاجة اسمها الداونلودز في التليجرام. اما نيجي نفتح التحميلات او التنزيلات هنلاقي في التليجرام موجود فيها الحاجات دي. هننزل بقية البرامج بتاعتنا بس مش هنعمل حاجة. هننزل اي ميرور برضو، تمام، بس المرة دي هننزله فين؟ هنعمل له حاجة اسمها، ندوس على الجنب كده. بصوا يا جماعة هنا في 3 نقط اللي جنبه كده، دول ال3 نقط دول، هدوس عليها كده واقول له حفظ في التنزيلات. تمام، على اساس ان انا مش هسطب البرنامج ده، هسطبه عن طريق حاجه تانية. وكذلك الفيرماتا على ال3 نقط اللي في الجنب برضو اهو كده. معلش انا اسف، حفظ في التنزيلات اهو، تم حفظ في التنزيلات اهو. تمام، والفيرماتا اوتو نفس الكلام، احنا ده حفظ في التنزيلات اهو، تم الحفظ. والفيرماتا كنترول ده بيطول شويه عشان مساحته اكبر شويه. هنوقف الفيديو كده لحد ما يخلص تحميل وايه هتابع حضراتكم. جاري التحميل اهو، وصل حوالي 35%، ونكمل ان شاء الله. كده تم التحميل خلاص. هنعمل ايه؟ هنرجع تاني للبرامج اللي احنا حفظناها دي، وتبقى موجوده فين يا جماعه؟ بتبقى موجوده في التنزيلات. هنشوف التنزيلات دي منين؟ من مدير الملفات. هنرجع لها كده. ادي يا جماعه مدير الملفات اهو، هندوس عليه كده وهنشوف حاجه اسمها التنزيلات. تمام، اللي هي الحاجات اللي انا عملت لها تحميل كده، دي واحده. قبل ما نروح التنزيلات هنرجع لنا تاني عشان نسطب كينج انستولر. احنا عملنا تحميل بس نسطبه. هنقول ايه؟ تثبيت الملف ده لو هو محظور هعمله الاعدادات وهديله السماحيات بتاعته او السماح بالتطبيقات من هذا المصدر. هقول له نعم او افعل الكلام ده كده وارجع تاني، واقوم داخل برضه على كينج انستولر نفس الكلام كده عشان ايه اهو. هل تريد تثبيت هذا التطبيق؟ اقول له تثبيت. تمام، جاب التثبيت. هو التثبيت مش هياخد حاجه لان هو برنامج زي ما قلت الحركه بتاعته كده مساحته صغيره. فتح، اعمل له فتح. تمام، هل تريد اديله السماح لكل حاجه؟ هنلاحظ يا جماعه هنا ان هو شكله مختلف عن الكينج انستولر اللي كان القديم. هنا في حاجه زياده كده اللي هو ايه، هنا لو انا عايز اعمل حاجه
اللي خاصه باوبو اهو مكتوب هنا حاجه اوبو او ريلمي او كده، لازم افعل البند ده كده اللي هو اللي جنبه ده كده. تمام. لو انا عملت هنا سيلكت فايل، ارجع سيلكت فايل كده اللي هو الملفات اللي انا عايزها، هيجي يقول لي انت عايز ايه اهو، داخل على مدير الملفات على طول اهو، على مدير الملفات دي واحده. نخش هنا على المستندات دي واحده كده، هنخش فعلا على مدير الملفات زي ما احنا شفنا كده. هنخش على مدير الملفات، هتلاقي هنا مكتوب حدد موقع التخزين. احنا قلنا هنخش على التليجرام. التليجرام اهو اخر حاجه تحت اهو، انا عندي اهو ادوس عليه. هنا التليجرام محدد لي الملفات بتاعته اللي هو الاوديو والفيديو والفايلز والحاجات دي. انا اخش على الفايلز اهو، تليجرام فايلز ده اللي هو ملفات التليجرام. هتلاقي الملفات اللي انا حملتها من التليجرام مكتوب عليها تليجرام فايل او ملفات التليجرام. هتلاقي الملفات اللي انا حملتها كلها موجوده هنا عندي خلاص، ومن ضمنها ايه الفايل القديم بتاع الاندرويد اوتو اللي انا كنت سطبته. تمام. هنخش اول حاجه عن التسطيب. احنا قلنا كينج انستولر احنا خلاص سطبناه. تمام. احنا دلوقتي من داخل كينج انستولر مش هنسطبه تاني، ده خلاص ده اتسطب خلاص. هنبتدي نسطب البرامج واحده واحده. نخش على اول برنامج بتاعنا اللي هو الاي اي ميرور، اول واحده كده نعمل له ايه اختيار، وبعد كده ادوس موافق تحت كده عندي. هيخش عند الاختيار، هقوم انا معلم على الايه العلامه بتاعت انستول از كينج، بس ان البرامج دي خاصه بايه بجهاز اوبو. تمام اهو. هنا يا جماعه جالي اختيارين، يوز ذا اذر وان ولا اداه تثبيت الحزم. هقول له اداه تثبيت الحزم ده يا جماعه، دي المهمه الجديده عندنا مش زي كينج الصوره اللي فاتت. اقول له اداه تثبيت الحزم اهو. جال لي الرساله ديت الاغراض الامان غير مسموح لها تطبيقات غير معروفه. اقول له الاعدادات وافعل بس كده، اقول له كده السماح بالتطبيقات من هذا المصدر، وارجع تاني اعمل خطوه للخلف من السهم اللي تحت كده اهو، او من فوق من هنا اهو. اختار الفايل تاني يا جماعه، مفيش اي مشاكل تاني اهو. نخش على مدير الملفات، فين مدير الملفات كده اهو، مدير الملفات اهو. ننزل على اخر حاجه عندي التليجرام الفايل، ونختار اول حاجه الاي اي ميرور، وادوس موافق تحت هنا، واعلم على العلامه بتاعت اوبو متعلمه عليه، وانستول از كينج، وايه اداه تثبيت الحزم اللي هي العلامه الخضراء ده يا جماعه اهو. ادوس عليها كده، هل تريد تثبيت هذا التطبيق؟ اقول له تثبيت، جاي التثبيت هو مكتوب هنا اهو. هثبت التثبيت ده لشاشه الهاتف اندرويد اوتو، هقول له تم، واخش على البرنامج اللي بعده سيلكت فايل. اجيب هنا مدير الملفات اهو، هنزل تحت على كلمه تليجرام فايل، ونخش على الفيرماتا اوتو اهو، ونوافق. تمام موافق تحت اهي، ونعلم العلامه دي يا جماعه اهم حاجه، العلامه دي اهم حاجه. ونستول از كينج اداه تثبيت الحزم دي المهمه، لان البرنامج الحاجات دي مش هتشتغل الا بيها. تثبيت، استنى التثبيت بتاع لما الايه تمام. هقول له تم، مش هنفتحه دلوقتي عشان نفتحهم في الاخر خالص. نيجي على البرنامج اللي بعده سيلكت فايل، ونغير نجيب مدير ملفات، ننزل على كلمة تليجرام تليجرام فايل اللي هي دي، نختار البرنامج اللي بعده اللي هو ايه الفيرماتا كنترول اهو. فيرماتا كنترول اهو يا جماعة. نرجع تاني عشان انا غيرت دوست على حاجة كده اهو. مدير ملفات تليجرام فايل فيرماتا كنترول، موافق. العلامة بتاعتي يا جماعة انستول از كينج، ده تثبيت الحزم، تثبيت فيرماتا كنترول اهو تثبيت. تمام كده. دلوقتي انا كده ايه بسطب اخر برنامج عندي اللي هو فيرماتا كنترول. اقول له تم تثبيت هذا التطبيق، تم خلاص. احنا هنخرج خالص يا جماعه خالص كده. لما نخرج يا جماعه كده هنا على شاشه الموبايل هنا الديسك توب، هنا هنلاقي البرامج كلها موجوده معانا، كينج انستولر اهو، والفيرماتا اوتو والفيرماتا كنترول والاي اي ميرور اهوت. تمام. هنبدا نعمل اول حاجه، هنخش نشوف نعمل بس ايه، لو دوسنا احنا على الفيرماتا اوتو هنا بس نعمل له ضبط الصغير بتاعنا، نقول له سماح. لازم يا جماعه ندي البرامج كلها السماحيات. هنقول ده ممكن اقول له موافق او الغاء يعني. هندوس هنا على العلامه ديت اللي هي الفايل ده نفتحه اد فولدر. تمام. ممكن نقول تثبيت الحزم تاني لو احنا عايزينها، نقول الاعدادات. اي حاجه طالبها السماح بالتطبيقات دي نديله السماحات كلها. تثبيت
جاري التثبيت طبعا، ده استكمال البرامج كلها يعني، كل فيرماتا اوتو فيرماتا كنترول، وجاري التثبيت بتاعنا طبعا. نخش على البرنامج اللي بعده اللي هو الاي اي ميرور، اللي هو بيعكس شاشة الموبايل على على شاشة الاندرويد. افتحه. هل تريد السماح بتشغيل التطبيق؟ اقول له السماح ديت. تمام، دي مش هستعملها دي لساعة التشغيل، بعمل له رجوع للخلف. هنا اديله برضو العرض فوق تطبيقات اخرى، اديله السماح. اي حاجة من ده يا جماعة اديله السماح بتاعها. ارجع تاني هنا برضو تعديل اعدادات النظام، اديله السماح ليها برضو للتعديل اعدادات النظام، مفيش اي مشاكل خالص. كده عندي البرامج كده تقريبا اتثبتت كلها. احنا دلوقتي هنعمل تيست لما نيجي نخش على الاندرويد اوتو ونشوف البرامج دي اتثبتت معانا ولا لا. هندوس معانا هنا الاعدادات، هندوس عليها ونكتب هنا في الاعدادات هنا اندرويد اوتو بالانجليزي اندرويد اوتو تحت اهي، نختارها، ننزل تحت خالص نشوف اللي عند الاصدار كده، نشوف البرامج اللي اتسطبت معانا. هنلاقي يا جماعه الحمد لله رب العالمين البرامج كلها دخلت. الفيرماتا اوتو والاي اي ميرور موجود معانا، والفيرماتا كنترول. دي البرامج اللي تشتغل معانا كلها اهي، دخلت جوه الاندرويد. تمام. الناس اللي كانت بتشتكي ان الاوبو والريلمي ما بتشتغلش على الحاجات دي، لا الحمد لله هي موجوده اسمائها اهو، فيرماتا كنترول والاي اي ميرور، وكمان الفيرماتا كنترول بتاعنا ده نقدر نشغل، والفيرماتا اوتو كمان هنا اهوت، والتليجرام، وكل الحاجات هنا موجوده عندنا. تمام. يلا بينا نوصل على السياره بتاعتنا حالا دلوقتي. يلا بينا، ومتنساش الكابل الاصلي. يلا بينا، مع السلامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنبدا توصيل جهاز ريلمي على وتوصيل اليوتيوب على الشاشه الاندرويد. تمام. زي ما قلت لحضراتكم ان الجهاز بتاعنا او الجهاز الريلمي اللي احنا سطبنا عليه البرامج اهو، هنوصل عليه الكابل بتاعنا. وصلنا الكابل بتاعنا اهو، هنشوف الرساله اللي هتيجي ايه. هنقول له نقل الملفات. ماشي، هو كده يبقى خلاص الجهاز كده مهمته انتهت. هنيجي هنا على اندرويد اوتو، ندوس عليه. ندوس على التكييف، معلش هندوس تاني على اندرويد اوتو اشتغل اهو. تمام، مش عشان التكييف بيجي على التكييف كل شويه. اندرويد اوتو شغال عليه اهو، زي ما قلت لحضراتكم ده الاندرويد اوتو الجديد بتاعنا على الجهاز. لو عايزين نجيب اي حاجه عليه كده، هنشوف مثلا ايه اليوتيوب شغال ولا لا. ادي البرامج بتاعنا اللي هو الاي اي ميرور والفيرماتا اوتو والفيرماتا كنترول. لما ندوس على الفيرماتا اوتو ننتظر التحميل. دي الحاجات بتاعتنا الاستورج، اللي هي الاستورج ديت لو انا عايز اجيب حاجه فيديو او ملف من جوه الموبايل. هندوس على علامه اليوتيوب تحت هنا عندنا اهي، اليوتيوب اهي، دوس عليه كده. ننتظر التحميل يوتيوب اهو. اليوتيوب يشتغل اهوت يا جماعه، عادي، تصفح عادي كله، اي حاجه احنا عايزينها كلها شغاله عادي خالص. تمام. لو رجعنا تاني وعايزين نشغل برنامج الاي اي ميرور اللي هو بينقل شاشه الموبايل على العربيه، لو دوسنا عليه كده تمام، هنشوف ايه الرساله اللي هتجيلنا على شاشه الموبايل. دي واحده، هنشوف تاني اهو. هل تريد الايه تسمح للاي ميرور ان هو يشتغل او للبدء الان؟ شوف اللي هيتم اهو. كده اتوصل عندي ده كده اهو، شاشه الموبايل اهي يا جماعه عندي منقوله هنا على شاشه الجهاز هنا. يبقى كده كل البرامج بتاعه الجهاز الريلمي زي ما قلت لحضراتكم او الاوبو، البرامج كلها موجوده عند حضراتكم وشغلناها بالفعل. تشغيل يوتيوب، نقل شاشه الموبايل هنا على الشاشه الاندرويد، وتشغيل اندرويد اوتو. كل البرامج الموجوده يا جماعه موجوده اسفل الفيديو في الوصف. لما تضغط على الوصف تحت الفيديو هتلاقي كلمه المزيد على الشمال تحت خالص، هتدوس عليها هينزل لك، هيظهر لك كل اللينكات الفيديوهات والحاجات المرتبطه بيها والبرامج كلها الموجوده. انا جاهز لحضراتكم لاي استفسار.
واتمنى من حضراتكم الدعم والاشتراك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. تحت امركم في اي استفسار. شكرا لحضراتكم.